السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح غالياتي حبوباتي. وش راكم؟ مرحبا بكم في قناتي مطبخ جنى ولوجين. شوفوا اليوم جبت لكم الطوفية كراميل، هكذا بسيطة تخدموها وتحطوها جانبا. كي تحقوها تخدموا بها، قلت لكم التحليات، تحشو بها تانيك لي كيك لداخل، تحشو بها الباتيسري تانيك، تخدموا بها بزاف صوالح. شوفوا البنات، الحاجة الأولى نجيبوا مقلة تاعنا ولا الكسرونة، نديروا فوقها كاس تاع السكر حبيبات هكذا. المقلة تاعنا نحطوها فوق النار على نار هادية البنات، نقصوا ملح للفرنو. نفس الكاس اللي كينا به السكر نديروا فيه الحليب هكذا، نفرغوا فيه مغرف تاع مايزينا، ما تكونش بومبي البنات، مغرف كبيرة بصح ما تكونش بومبي. الحليب تاعنا لازم يكون سخون البنات، لازم باش كي تحطوه فوق السكر ما يتحجر لكمش. شوفوا هنا رانا منقصين للنار البنات ورانا نحركوه هكذا تحريك مستمر البنات. هنا لازم ما تحبسوش باش حتى السكر ما يتحرقش معاكم. هاكو معايا البنات. شوفوا هاد التوفيه كراميل تجي بزاف شابه واقتصاديه كما تعرفوا البنات. التوفيه راهي تتباع غاليه، اخدموها هكذا في الدار وحطوها. كل ما تحبوا تخدموا تحليه ولا حاجه تلقاوها واجده في الدار وتشد لكم، قلت لكم حتى ل 15 يوم، وهي في الفريجيدار ما يصرى لها والو، ما تخسر ما والو معاكم. نقعدوا نحركوا هكذا حتى يذوب معنا السكر. لازم الاطراف البنات دايما حركوا من الاطراف وروحوا للوسط هكذا باش ما الكراميل تاعكم ما تجيكمش مره. البنات اللي راكو متابعيني ديروا لي اشتراك، اللي مازال ما دارتش اشتراك تفعل الاشتراك، واللي راكو معايا البنات ديروا لي جيم، ما خسرتوا والو البنات كي تحطوا لي جيم وحطوا لي كومونتير البنات. ما تنسوش تفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كامل الجديد. شوفوا هنايا السكر تاعي بعد ما داب كامل، ما تخلوش السكر تاعكم ينحرق البنات ومن بعد تجيكم مره، راني قلت لكم لو كان تخلوه ينحرق بعد البنه تاعها ما تجيش كامل شابه. شوفوا هنا جبت الكاس تاع الحليب، قلت لكم لازم يكون سخون. قبل ما تحطوه خلطوه مليح البنات من تحت، كيما تعرفوا المايزينا تحبط، ماشي تروحوا تفرغوه ديريكت تلقاو المايزينا من تحت. نخلطوه باش نفرغوه فوق الكراميل تاعنا. هنايا خلطوه غير بشويه البنات، حذاري تقيسوا يديكم ولا حركوا غير بشويه البنات هكا باش ما تنحرقوش. كيما راكو تشوفوا برك انا راني مسرعه الفيديو، نتوما هنايا حركوا غير بشويه كيما راكو تشوفوا، حركوا حتى تلقاوها تخلطت مليح. هنايا السكر يجمد لكم شويه نورمال البنات. حكموا هذيك القطعه تاع السكر وقعدوا ذوبوا فيها حتى تذوب معاكم. شوفوا النار انا هنا راني زيدت لها شويه، من داك قلت لكم نزيد لها ومن داك نقص لها حتى يذوب كامل معانا هذاك السكر مع الحليب يتخلط مليح مليح. قلت لكم البنات الطوفيه تاع اليوم ما فيهاش مكونات بزاف، بلا شوكولا بلا كريمه سائله، اقتصاديه بزاف وتجيكم بنينه وتعاونكم البنات. شوفوا هنايا دوكا نجيبوا مغرف صغيره تاع زبده نخلطوها بعد ما نكونوا خلطنا مليح الحليب مع الكراميل. شوفوا هنا يكون داب كامل معنا هذاك السكر. شتو كيفاش يولي البنات. هنايا دوكا نجيبوا مغرف صغيره تاع الزبده، ايا ونخلطوا البنات. قعدوا تخلطوا حتى تشوفوا الزبده تاعكم دابت مع الكراميل. قلت لكم هاد الكراميل سهله في 5 دقائق ديروها البنات كامل، ماشي واعره. عليكم تاخذوا بالنصائح البنات كما قلت لكم. ما تخلوهاش فوق النار بلا تخلط، لازم تقعدوا غير تخلطوا واقفين فوق راسها حتى تكملوا. دوكا هنا نديروا شويه تاع الملح رشه برك، ما تكتروش البنات باش ما تجيكمش الطوفيه كراميل تاعكم مالحه. نزيدوا هنايا عطر الكراميل، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه البنات، تقدروا ديروا عطر الكراميل ولا عطر البندق. دوكا هنايا كملتها، دوك انا هنايا صفيتها البنات، للامانه راني صفيتها ما لقيت فيها والو البنات، برك حبيت نصفيها باش نتاكد. شوفوا كيفاش جات هنا بعد ما بردت عقدت ما شاء الله. جربوها البنات وخلوا لي تعليق، قولوا لي في لي كومونتير واش راكو حابين ندير لكم ان شاء الله هاد الايامات الجايين.
ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، إلى الملتقى إن شاء الله.